نظمت مؤسسة اللغة الكردية وجامعة روجافا ندوة في مدينة قامشلو تحت شعار التعليم باللغة الأم حق مشروع وأساسي، بمشاركة العشرات من طلاب الجامعة وممثلين عن الأحزاب السياسية والإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا بمناسبة يوم اللغة الكردية المصادف ل15 من هذا الشهر. وتضمنت الندوة محورين رئيسيين: مقدمة تعريفية عن اللغة الكردية ووضع اللغة الكردية في سوريا. وقد قدم كلا المحورين العضو بمؤسسة اللغة الكردية خجيب بتكايا، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، وأدارت الجلسة فيان حسن. ثم فتح باب المداخلات أمام الحضور الذين أكدوا بضرورة تقييم تجربة 14 عاما من التعليم باللغة الكردية والعمل على توحيد الموقف السياسي الكردي للحفاظ على وحدة اللغة، معتبرين تطوير التعليم باللغة الأم خطوة مركزية في هذا السياق. أهنئ يوم اللغة الكردية المصادف ل15 من هذا الشهر على جميع الكرد ومحبي اللغة الكردية. نحن كمؤسسة اللغة الكردية سنويا لدينا فعاليات بخصوص هذا اليوم، وهذا العام أيضا من ضمن سلسلة فعالياتنا قمنا بعقد ندوة هنا في جامعة روجافا، وكانت الندوة على محورين: الأول قدمته الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، والثاني عضوة مؤسسة اللغة الكردية خجي بدتكايا. ومن الملفت للانتباه إن الجميع قد شارك بشكل فعال في الندوة عبر مداخلاتهم حول وضع سوريا عامة والمرحلة التاريخية التي تمر بها. بداية أبارك يوم اللغة الكردية على الجميع، وبالأخص الشعب الكردي في كردستان ومختلف أرجاء العالم، وعلى جميع شعوب العالم المحبة للسلام والديمقراطية. هذا اليوم ليس يوما عاديا كباقي الأيام الأخرى، لأنه يوم لغتنا، واللغة ليست فقط وسيلة للتواصل بل هي هوية الشعوب.